اهلا في كوره يونايتد. انا محمد ناجي وده تاسع موسم فانتزي ليا. عايز اراجع نقط الاسبوع التاسع اللي حصلت يوم السبت. فاضل ماتشين، ماتش النهارده لحد استون فيلا وويست هام، ويوم الاثنين بالليل الساعه 10 بتوقيت القاهره يبقى توتنهام وفولهام. خلص 8 ماتشات، افريج النقط 45 نقطه، انا جايب 70 نقطه. علوني جدا، خلوني ترتيبي العالمي 91,000 و13، وترتيبي على مصر 8650. 70 نقطة، ولسه فاضل لي 4 لعيبة ما لعبوش. أكتر لعيبة جابوا لي نقط يعني برضه للأسف شرط الكابتن ما ظبطتش، إنما مبويمو ظبط وصلاح والفاريز. وكل الرهانات اللي أنا راهنت عليها في الفيديو بتاعي اللي ليلة الديدلاين، كل الرهانات ونتائج الماتشات اللي أنا توقعتها حصلت بالظبط. قلت إن نيوكاسل هيكسب كريستال بالاس 3-0، كسب 4-0. حد كان سألني ممكن كابتن تريبير، وانا رشحت كابتن التريبير، عمل كلين شيت وجاب عمل اسيست وعمل نقط بونص، خرج بدري شوية. لو كان كمل كان ممكن يجيب نقط اكتر، خرج في الدقيقة تقريبا 65. توقعت كمان وراهنت على مبويمو وعلى فليكن، وقلت ان برينتفورد بعد اسبوعين التوقف الدولي هيكون فرصة كويسة الفريق يستعيد الفورمة اللي يقدر يفوز بيها بعد الغيابات اللي عندهم، يقدروا ينظموا صفوفهم ويلاقوا طريقة يكسبوا بيها، وده فعلا حصل. وقلت ان اراهن على مبويمو الاسبوع ده كمان، واخترت في حراسة المرمى فليكن مش اريولا، وطلع الرهان كويس. عمل كلين شيت حارس المرمى فليكن، ومبويمو جاب 14 نقطة، جون واسيست، وخد 3 نقط بونص، وخد نقطة الكلين شيت كمان. صلاح للأسف عمله فايس كابتن، هو جاب نقط أكتر من هالاند. إنما أنا كمان قلت على نتيجة الماتش بتاع مانشستر سيتي وبرايتون، قلت ان مانشستر سيتي هيكسب والماتش هيبقى مفتوح، والفاريز هيسجل وهالاند هيسجل وميتوما كمان هيسجل، التلاتة سجلوا نقط. ميتوما بس اتخصمت بعد كده نقط الاسيست، الفانتزي شاف ان هي ما تتحسبلوش. قلت على صلاح ان هو هيسجل كل ماتش، هيسجل نقط بالتسجيل الاهداف او بالاسيستات، وقلت ان هو هيستمر في الفورمه دي لاخر الموسم، وده فعلا حصل. صلاح سجل هدفين وخد 3 نقط بونص، شاد ضربة الجزاء حلو قوي، والفريق بقى اقوى. ليفربول عمان يبقى اقوى واقوى، الفريق بيتحسن جدا، واعتقد يقدر ينافس على الدوري السنة دي. ومن الحاجات كمان اللي توقعتها ان توتنهام يفوز على فولهام ويعمل ماتش كبير، ممكن الماتش ده يخلص 2-0. واتكنز كمان لسه ما لعبش هو وكاش. انا فضلت ان انا احط كاش في ترتيب الدكه لان كان بوتمان احتمال ما يلعبش، وحطيت كاش مكان قبل زينتشينكو ودوكوري. فعلا دوكوري فايل ما عملش حاجه، زينتشينكو خد انذار وخرج بين الشوطين. فكل توقعاتي في الفيديو اللي فات كانت مظبوطه جدا لاقصى درجه، وخدمتني كتير في نقط الفانتزي بانتظار الماتشين اللي فاضلين. لايك وسبسكرايب لو الفيديو ده عجبك، ولايك وسبسكرايب طبعا لو انت تابعت الفيديو اللي فات ولقيت ان كل اللي توقعته طلع صح. بس واللي جاب نقط لسه مش اعلى من الافريج لسه فاضل ماتشين، واللي جاب نقط قليلة في الاسبوع ده برضو هارد لك. واشوفكم فيديوهات جاية. شكرا.